المثل يقول ديما خوذ بايك من الاول. شفت كي يبدا مصيرك مرتبط بمباراة أخرى. منتخبنا الوطني يربح اليوم 3 بلاش، سوريا تتعادل مع فلسطين 0-0. كيفاش باش تثبت أن المقابلة هذه صار فيها تلاعب وإلا تم الاتفاق بين سوريا وفلسطين على نتيجة التعادل 0-0 باش يترشحوا الزوز؟ هذا صعيب أنك باش تثبته. منتخبنا نتائج مخيبة للآمال، هزيمة مع سوريا هدف مقابل 0، ثم تعادل مع فلسطين هدفين مقابل هدفين بعد ما تكون رابح 2 بلاش، يرجع عليك المنتخب الفلسطيني 2-2. تبقى الفرضية الوحيدة لازمك تربح قطر هدفين مقابل 0، والمنتخب السوري يربح فلسطين على الأقل 1 بلاش. شنو صار اليوم؟ المنتخب التونسي يربح 3 بلاش، الأهداف تسجلوا في توقيت ممتاز جدا. الهدف الأول سجله بالرمضان، الهدف الثاني ياسين مرياح، والهدف الثالث اللي كان سجله محمد بن علي من تصويبه قويه وهدف كان ممتاز. لهنا بصراحه ما نجموا نلوموا كان على الناخب الوطني سامي الطرابلسي اللي يتحمل المسؤوليه هو والصف نتاعو، بما انه الكاستين كان غلط من الاول. الملاعبيه اللي تم استدعائهم تقريبا شفنا ملاعبيه خلطت ليت الكومبيتيسيون، ملاعبيه ما خلطوش جمله كما الحاج محمود كيف حازم المستوري. اسماعيل الغربي اللي جاء ومشى، راه منتخب مش يتسير بالرعوانيه هذيا، والاختيارات تكون واضحه والاوبجيكتيف زاد يكون واضح من الاول. سامي الطرابلسي كان صرح في قبل المسابقه انه من لي زوبجيكتيف انه على الاقل نوصلوا للنهائي، بما انه في اخر نسخه كنا خسرنا الفينال ضد المنتخب الجزائري. الجمهور التونسي في قطر هو اللي صنع الحدث، برافو للجماهير وللجاليه وللناس اللي تحولت من مختلف البلدان في العالم مشاو لقطر وشجعوا منتخبنا الوطني التونسي. كيفاش شفتوا المشاركه نتاع المنتخب الوطني اللي نعتبروها الناس الكل مخيبه للامال، لكن ديما فيقوا في الاخر، واليوم فقنا ضد قطر لكن فقنا مخر.